يعني الطقم ده بكام كي؟ لا ما بكتير بكتير بكتير. يعني فوق ال 100,000 ولا تحت ال 100,000؟ لا تحت تحت ال 100,000. تحت فوق ال 50؟ فوق ال 50. طب عرفنا كده الطقم ده بكام. مش محتاجة حاجة يعني. ايه اللي يميزك انت يا استاذ محمد عن اي محامي تاني؟ ايه الفرق؟ ايه الفرق اللي بيخليك ما شاء الله ربنا يكرمك جدا كده في شغلك غير الرزق والنصيب؟ وايه اللي يخلي محامي يفضل تقليدي في شغله؟ ايه اللي يميزك انت عن اي محامي عادي؟ يعني ايه اللي يخليك مثلا غير طبعا ان هو رزق وربنا كرمك، ايه اللي يخلي المحامي اللي يبقى عنده شغل كتير وربنا يكرمه ويسمع غير المحامي العادي؟ هو طبعا غير الاجتهاد وان انت تكون حابب الشغلانه دي اهم آه. حاجه جدا عشان تقدر تدوس فيها كويس. اه ان انت تبقى عارف المحاماه دي قايمه على ايه. هي المحاماه زي الشطرنج يا شعر. يعني ان انت لازم تكون بتتوقع كل خطوه الخصم بتاعها، الخصم بتاعك هيعملها. تمام، لازم عشان تكون جاهز ليها. وفي نفس الوقت تتوقع برضو ردود افعال المحكمه، ردود افعال الخصوم. القضيه هي مش خطوه واحده، القضيه كذا خطوه، وانت مدى شطارتك ومدى تتوقع الخصم هيقدر يعمل ايه في الخطوه الجايه عشان تكون جاهز ليها. رد فعل المحكمه، رد فعل القاضي، رد فعل النيابه في القضايا الجنائيه. لو انت توقعت صح هتقدر تشتغل على القضيه صح. ميزه المحامي الشاطر ان هو طبعا يبقى حافظ الثغرات القضيه، وحافظ المحامي الخصم بتاعه يقدر يعمل ايه عشان يكون جاهز. لان لو اتفاجئ باجراء او بخطوه هو ما كانش عامل حسابها، هيبقى الموقف بتاعه سيء جدا. فعشان كده دي مدى كفاءه المحامي الصح، ان هو يتوقع خصمه يقدر يعمل ايه. ده بصفه عامه يعني. في اي قضيه لازم تبقى دارس الموضوع كويس. دي حقيقه. عايزين نعرف منك بقى القضيه اللي غيرت حياتك كان فيها كام صفر، وايه اللي حصل لك وكسبت منها بقى اللي غيرت حياتك دي؟ عملتها ازاي وكان فيها ايه؟ قضيه لراجل اعمال كويتي، مش ليه هو لابنه. كان المنافسين بتوعه كان عايزين يلبسوا ابنه قضيه كبيره، هتك عرض. ليه بقى؟ بسبب مشاكل في البيزنس، وعايزين يعني يخلصوا منه في التجاره بتاعته في السوق يعني. فعملوا الحوار ده لابنه، فطبعا كان موقفه سيء جدا يعني. والقضيه دي كانت بره مصر، ما كانتش جوه مصر. انا كنت انضميت للفريق المحامين بتاعه، بس انا الحمد لله اشتغلت على القضيه بطريقه تانية خالص بره الورق. قدرت الموضوع كان هتك عرضه. كانت واحده هي اللي بلغت ان ابن راجل الاعمال ده اعتدى عليها، وجابت شهود. والقضيه كان فيها تحريات جهه البحث بصحه الواقعه. وللاسف ابن راجل الاعمال ده كان موقفه سيء جدا جدا. الفريق المحامين اللي معايا كلهم اشتغلوا على الورق، وده مش غلط. بس احيانا الفيديو كامل موجود هنا على القناه بتاعتي، بنزل كل الفيديوهات عليها كامله.